في مشكله طبيه مجعلصه قوي قوي اسمها الوحمات الدمويه. الوحمات الدمويه دي من اصعب الحاجات في الطب لعلاجها، اللي هي انها عيوب خلقيه في تكوين الشرايين والاورده، يا اما شرايين ملعبكه في بعضها، يا اما شرايين متصله باورده، يا اما اورده عامله كلاكيع في الجسم. والحقيقه الوحمات الدمويه دي موجوده من اول المخ لحد الضوافر تحت، في اي حته في جسم الانسان ممكن يبقى فيه وحمات دمويه، وتناولها الحقيقه يعني في منتهى الصعوبه، ونتائجه كانت وحشه لحد ما دخلت الاشعه التداخليه. تعمل الاشعه التداخليه لان فتح هذه الامور او محاوله ربطها بتؤدي الى تفاقمها. يعني احنا لو جينا واحد عنده وحمه دمويه او شيء في دراعه وجي الجراح فتح عليها وراح رابط، تتحسن لمده 3 ايام، اسبوع او شهر، ثم ترجع تنتشر بشكل جامد، تنفجر في جسم الانسان، يعني تتطور بشكل جامد جدا. في هذه الحالات ما بننصحش اي وحمات دمويه الان. المتفق عليه في العالم كله انها تحقن اولا، يجرى لها حقن سواء كانت شريانيه او وريديه او اتصال شرياني وريدي. هذه الانواع كلها يتم حقنها اولا، تهدئه الدم فيها، ثم بعد ذلك محاوله لاقتلاعها، استخراجها. لكن محاوله مهاجمتها جراحيا ما اصبحش هو ده الموجود. لنا في ذلك يعني الحمد لله كتير، ويعني الحقن في الاورده سواء حمل مباشر او حقن عن طريق القسطره، الاثنين ده بينفع وده بينفع. صحيح النتائج احيانا ما بتبقاش مرضيه، مش لسوء الاداء، ولكن لان دي خلقه ربنا عمل كده وخلق كده وعايز كده. فتغيير خلق الله في هذا الموضوع صعب، ولكن التطور اللي بيحصل بعد دخول الاشعه التداخليه في الموضوع هونت الامور شويه. اصبح في حالات بتشفى بالكامل، واصبح في حالات بتتحسن، وفي حالات بيتم مداواتها، ولكن تطور جيد، وربما يكون في المستقبل تطورات احسن واحسن واحسن.